هذا شخص اتصل علي اسمه جهاد، الله يمسيه بالخير. يقول يا ابو عبد العزيز عمري 19 سنه وانا في اولى جامعه في جامعه الزرقاء. يقول وانا دافع الفلوس على حسابي، انا اللي اسدد الرسوم كل ترم. ويقول يوم بديت في الترم الاول سددت رسوم الترم الثاني وانا ما بعد جيته، واشتغل حارس في احدى المباني علشان اوفر قيمه الرسوم الجامعيه. الشاهد في الكلام يقول يا ابو عبد العزيز الظروف مصلحه والوالد ما شاء الله تبارك الله مو مقصر، لكن ما بيثقل عليه. اشتغل حارس في الليل والمبلغ اللي يجيني اخر الشهر اجمعه حتى اسدد الرسوم الترم اللي بعده. ذاك اليوم اخذت لي سياره وما ذكر هي سيارته ولا سياره احد من اقربائه. يقولوا طلعت اتمشى، يقول سبحان الله ويجيني هاك الشارع بلف، ويقول وتنقلب السياره على يدي، طلعت يدي برا وانقلبت. يقول اليد تهشمت واثنين من الاصابع واحد منهم انقطع والثاني انتهى الا شوي. اخذوني ودوني مستشفى العسكري، كانوا بيقررون قطع اليد، وجانا دكاتره ما شاء الله تبارك الله عندهم يعني خبره، قالوا لا ما يحتاج قطع اليد، ناخذ عروق من رجوله ونركب له عروق بديله ونعالج. عالجوا يدي والحمد والشكر لله، قعدت في العنايه اكثر من 10 ايام، منها 4 ايام في غيبوبه. يقول عابت يدي الا شوي، لكن مع التمارين رجعت، عندي اصبع مقطوع واصبع عايب والباقي الحمد والشكر لله، فكني الله من قطع اليد. وهذا يقول ايضا بعض الدكاتره ما شاء الله تبارك الله عنده مبادرات، ما يبي بعضهم يقول لا نقطع، بعضهم يقول لا نعالج. فيقول والله اني ادعي للدكاتره اللي عالجوا يدي. يقول المهم اخذت لي شهر فبلغوني ان الترم الثاني جاء، لكن تروح عليك الرسوم اذا ما درست. وانا قاعد اجمعها 6 شهور هالرسوم، شلون تروح علي الرسوم؟ فيقول الحقيقه تضايقت ومتكدر، وين اجمع رسوم الترم الثاني؟ انا كنت حاط في بالي خطه ان كل ترم ادفع قبل ما اجيه علشان اريح عمري، ورسوم الترم الجاي مدفوع. الان راح من شهر وانا ما فالحقيقه جيت لابوي قلت يا ابوي، قال نعم. قلت ابيك تروح معي لمدير جامعه الزرقاء يعني نتناقش فيها في موضوع الرسوم هذه انها ما تروح علي. قال ابشر يا ولدي. نزلت مع ابوي، يدي مربوطه ومحطوط لها حبل في رقبتي. يقول جيت المدير الجامعه عنده سكرتير وعنده ضيوف، قلت له سكرتير انا طالب وهذا اسمي وابغى اقابل مدير الجامعه. قال الحين عنده اجتماع عمداء الكليات، ابى اعطيك 5 دقائق قبل ما يجون تدخل، نظرا لحالتك هذه. ابوي يقول قاعد في السياره وانا دخلت على العميد، لقيت عنده ضيف، سلمت عليه، كان رجل محترم وبعدين صار وزير في الدوله الاردنيه، الله يغفر له ويرحمه، توفي الرجل هذا. فجيت وقلت له يا سعاده الرئيس انا وضعي كذا وكذا، والان دافع ترم قبل الترم الجاي انا دافع فلوس، وقال انه يروح عليك الفلوس، وانا شغال عامل في احدى المباني اجمع الفلوس هذه وادفعها لكم، فابيكم تاجل المبلغ هذا ولا تسترجعونه لي. يوم شافني وشافني قلت له اني اشتغل عامل، الحقيقه تاثر الرجل، قال ابشر يؤجل لك الى الترم القادم، الان اوقع لك ما تروح عليك فلوسك ابدا، ومتى ما بغيت تجي الترم اللي انت بتجي فيه باذن الله تلقى الروس قدامك. يقول فرحت فرح شديد ان فلوسي ما راحت. المبلغ يقول يعني تقعد 6 شهور تشتغل عشان تدفع قيمته. يقول وقام على الجاكيت حقته ومد يده في مخباه وطلع 40 دينار كويتي، دينار اردن. يقول انا مع 20. يقول خذها ولفها اعطاني اياها في يدي، قال وانت تستحق من يوقف معك في دراستك بحكم انك عامل وصار عليك الحادث هذا. يقول انا عمري 20 سنه. يقول ضاق صدري وظلمت علي الدنيا كلها، واخذ ال20 هذه واحطها مثل الكوره واقطها في وجهه. قلت انا ما جيت اتصدق ولا عدبي حتى جبت الترم، انا ماسك عمري بعمري، ما جيتك انا اشحذ. قال لا يا ولدي انا مثل ابوك وهذه مساعده بسيطه لك، انا مثل ابوك ما نظرت للعمر اللي انت نظرت. قال لا ولا ابي لكم شيء، حتى احذفها الفلوس اللي اخذتوها خلاص تروح عليها، ادبر فلوسك. يقول واطلع من المكتب زعلان، يقول مدير المكتب والمساعد يتابعوني وحالتي حاله. قلت ما ابي له مساعده ولا بيتصدق علي. قال مو بصدق هذا مثل والدك. يقول واركب مع ابوي واروح انا البيت متضايق، ابوي ما علمته. قال ايش صار؟ قلت يصير خير ان شاء الله باذن الله يصير خير. دخلت البيت متضايق اني وصلت مرحله ان احد يتصدق علي، يدي مربوطه في رقبتي وهذا مطلع لي 40 دينار بيسدد بيعطيني اياها. يقول يوم دخلت البيت وارفع والتلفون يرد، كان تلفون ارضي. يقول ارفع السماعه لهذا اللي يرد علي، لهذا مساعد مدير الجامعه، انت جهاد من فلان فلاني؟ قلت نعم. قال ترى جاتك منحه عن ال4 سنوات كل ابوها يتحملها رئيس الجامعه نفسه شخصيا على حسابه، ما شاء الله، بتدرس السنين الجايه كلها، وانه يعتذر منك وانه ما كان قصده وينظر لها
كأنك أنت ولده وهو أبوك. فأرجو أنه هو يقدم اعتذاره. يقول والله يوم سكرت الخط ورجعت لنفسي استحيت على نفسي أني صار مني هالأمر هذا، لكن كانت ردة فعل أني ما أبغى من أحد مساعدة. يقول كان أول ما صار علي الحادث رحت أصلي في المسجد وقابلني واحد قال شوف يا ولدي الله ياخذ ويعطي، أخذ منك هالإصبع وأخذ منك هذا لكن بيعطيك شيء عظيم يا ولدي. صح. انتبه، تتضايق ولا تتذمر ابشر بالخير بإذن الله. يقول هالكلام هذا أثر فيني كثير فعلا، صرت من أكبر المحامين الآن في الأردن، وصار عملي ما شاء الله تبارك الله في خير لخير. يقول وعندي من الخير ما الله به عليم. فالشاهد يقول شوف يا أبو عبد العزيز، هالرجل هذا اللي احتواني وغير اللي كانت على حسابي إلى منحة. أنا أجيب بعض القصص يا أخوان يمكن تلقونها فيها نوع من الغرابة، فيها نوع من المبادرات، لكن أبغى أطبقها الآن. حنا على مستوى قبول جامعات، وحنا على مستوى قبول كليات عسكرية. يجيك شاب غض عمره 19 عمره 20 سنة 21 تارك أهله في جميع مناطق المملكة، ينتظر مقابلة شخصية منك، ينتظر منك توقيع على أوراق معينة. حاول تكون لطيف معه. ترى أهله ينظرون الله ثم ينظرون، يمكن هو وحيدهم، يمكن يتيم، يمكن ظروفه صعبة وخبرته في الحياة قليلة، وأنت ما شاء الله معطيك ربي رتبة عالية، ولا معطيك فن في الإدارة ولا دورات تدريبية. طبقها على هالشباب اللي يجونك. حاول تتعامل معهم برقي، حاول تمتص ضيقتهم، حاول انك تعطيهم الشيء اللي يوسع صدورهم. والله ما ينسونك طول حياتك. الناس ما تبي شيء من بعضها، ما تبي فلوس، الناس تبي الكلمة الطيبة، الناس تبي الاستقبال الطيب، تبي الحجاج المنطلق. حتى لو ما قابلته عندك في الكلية أو ما قابلته لا ترده ردا أقشر. حاول انك تجلس معه وتتناقش انت وياه وتاخذ وتعطي معه. حط كل واحد من اللي داخلين عندك ما عندك الا هو. صح بيجيك 200 بيجيك 300 بس اصبر، لأن هذا من نعم الله عليك سبحانه وتعالى، أن الله أوكل إليك أمر الشباب هذيلا وأمر المسلمين. خلهم يأخذون صفة طيبة عن الضباط اللي يجون، عن الوظائف اللي هم يقابلونها. حتى لو قلت له لا بس اشرح له وش السبب، تناقش انت وياه، هد روعه، قل له انت تخصصك ما ينفع عندنا، ينفع في المكان الفلاني يا ولدي، والله رحت المكان الفلاني بينفع معك كثير. لا نتجذم على الناس ولا نتضايق ولا نحاول نضغطهم. هذا عنده عائله ويرجون اهله انه يجيب راتب يكد عليهم، جايك متضايق متحمس وماسكن فيها شموس سيروات وجايك من ديره بعيده. فيا اخوان من هالباب هذا انصح جميع من له مقابلة شخصية أو له في مجال عمل أنه يقابل الشباب يبسط معهم ويلين جانبه ويصبر عليهم. ترى عقولهم هم مثل عقلك، جايينك متحمسين. أسأل الله العلي العظيم أن ينفع بهالقصة وجزاك الله عنك كل خير يا أبو. رسالة مهمة جدا. وأبو عبد العزيز دائما موفق، أنه يعني في هالوقت فيه استنفار جدا من الناس. وأنتم يا جماعة الخير يا شبابنا ويا بناتنا اللي قلنا لكم قبل، كانت رسائل جدا جميلة من أخونا وحبيبنا أبو محمد الدرع، دائما يردد بحكم أنه متخصص في الجانب الدراسي والتعليمي والتربوي. ادرس، خذ الدورات، اطلع. ترى ليه جيت تقدم كثير من بعض الجامعات أو في المقابلات الشخصية أو في بعض الوظائف يسألون أنت وين السي في حقك، وين سيرتك الذاتية، وين